السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة من موقع أرض ال 216 متر بسجل الفيديو ده بتاريخ 14/7/2023. النهاردة الجمعة. نعرف كل الناس اللي مش عايشين معانا في الغردقة عن التطورات الجميلة اللي بتحصل في الموقع النهاردة. بسم الله ما شاء الله، يا ريت الكاميرا تجيب لنا الفحت قدام حضراتكم اهوت. الناس بدأ الشغل من 5 أيام. بسم الله ما شاء الله، ده شغل 5 أيام والعمل مستمر، بس النهارده الجمعه طبعا اجازه. حضراتكم شايفين دول ملاك الاراضي جايين النهارده علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل في الموقع. من ارض ال 216 متر المحافظه، علشان لو انت مش عايش معانا في الغردقه او مش قادر تيجي علشان بعد المسافه، ولو انت بتتابعنا من بره مصر تقدر تعرف كل اللي بيجرى هنا اول باول. بسم الله ما شاء الله، الموقع الناس بدأوا من 5 أيام فحت في الأراضي. يا ريت الكاميرا تجيب لنا وتصور علشان نوضح لكل الناس إن المشروع بدأ بالفعل يا جماعة. للناس اللي متابعيني من زمان، كنت من أوائل الناس اللي جت صورت هنا والمكان لسه ما فيش فيه أي حاجة أو أي شغل. صورت هنا وحكيت كتير عن أرض ال 216 متر المحافظة. النهاردة جايين ببشرة جميلة لكل الناس وبنقول لهم ألف مليون مبروك. نقول للناس ملاك الأراضي اللي حضراتكم شايفينهم دول، ده تجمع بعض من ملاك الأراضي جايين النهاردة يشوفهم ويتابعوا إيه اللي بيحصل في المشروع. في تساؤلات كتير وأسئلة كتيرة بتجيلي بعد ما تشتري الأرض. هو موضوع إن أنت تشتري أرض مفيش أسهل منه. حضرتك بتشوف حد بيبيع وبتشتري منه الأرض. طيب الأرض دي بتتسجل؟ أيوة بتتسجل في الشهر العقاري، بيتعمل لك عقد بيع وتوكيل إدارة. لو دورنا في الناس اللي واقفين دول، مش كلهم من الملاك الأصليين للأرض، في منهم ناس كتير اشتروا بقى هو النهاردة صاحب إيه؟ الأرض. لسه ينقصنا إن احنا نعرف المرحلة اللي جاية التقسيط هيمشي إزاي، والسداد على كام سنة، وهسد قد إيه كل سنة، لأن ده أهم سؤال بيجيلي في الفترة الحالية. علشان كده جيت النهاردة بسجل من الموقع نفسه علشان كل الناس تعرف، وأنا كمان أعرف معاكم نظام التقسيط هيبقى على إيه وعلى كام سنة، وهسد كام سنة قد إيه، والمشروع قدامه كام سنة، وهيسلموني المبنى شكله إيه، وعلى مساحة كام متر صافي، الرخصة كام دور. كل الأسئلة دي عايزين نعرف إجاباتها، وأنا معاكم. خلي بالك أنا معاك يا مستر، أنا من ضمن الناس اللي جايين النهاردة عايز أعرف التفاصيل التحابيش البسيطة الجميلة، ودي تهمني وتهم كل الناس.